النهاردة هنتكلم عن حاجة معظمنا شافها قبل كده وهي الدوالي. إيه هي الدوالي؟ الدوالي هي أوردة كبيرة ومنتفخة بتظهر على الإيدين والرجلين. النساء الحوامل أكتر ناس معرضة للإصابة بدوالي الرجلين، والناس اللي بيعانوا من زيادة الوزن بيواجهوا خطر بشكل أكبر. طب إيه هي أعراض الدوالي؟ في معظم الحالات مش بيبقى موجود فيها وجع مع الدوالي، بس في بعض الأعراض زي الأوردة لما تكون ملتوية ومنتفخة وتغير في لون الجلد ووجع في الرجل والشعور بالثقل في الرجلين بالذات بعد التمارين أو بالليل، وتصلب الدهون تحت الجلد فوق الكاحل وتورم الكاحلين وتوسع الشعيرات اللي هي الأوردة العنكبوتية، ولون لامع بالقرب من الدوالي وغالبا بيكون بني أو أزرق، وتشنجات في الرجل لو أنت وقفت فجأة، وتورم مستمر وألم مزمن وجلطات. وده غير إنها بتأثر على ثقتك بنفسك، يعني مش بس مشكلة صحية، دي بتأثر على يومك بالكامل. طب هتعمل إيه للوقاية والعلاج؟ لو أنت بتقعد على الكمبيوتر كتير أو لو أنت سواق لازم كل ساعتين تتمشى، وبرضه لو ست حامل لازم تتمشى شوية، لو أنت وزنك زايد لازم تخس وتاكل أكل متوازن فيه فواكه وخضروات، تاخد فيتامين سي وهو موجود في الفواكه زي البرتقال الكريز والتوت والعنب، كل دي فواكه فيها فيتامين سي. ولو انت مدرس حاول تتحرك وانت واقف، ولو انت عسكري حاول تنزل وتطلع، ما تفضلش واقف كتير. واهم حاجه مارس الرياضه بانتظام وابعد عن التدخين والكحول، تجنب البقاء في نفس الوضع لفتره طويله سواء بقى لو انت واقف او قاعد. والبس ملابس واحذيه مناسبه وحاول ما تقفش كتير من غير ما تتحرك، والبس شراب ضاغط مناسب. الدوالي مش عيب ومش حاجه تخاف منها، لازم نفهمها ونتعامل معاها صح. ما تاخرش الكشف وما تاجلش في العلاج. لو الفيديو ده فرق معاك شاركه مع اللي ممكن يكون محتاجه.